انت عارف السبب في الاحتباس الحراري اللي بنعاني منه هو الغاز اللي بيطلع منك؟ بالظبط، غاز ثاني اكسيد الكربون ومعاه شويه غازات تانية زي الميثان او بخار الميه. الله، وانا مالي يا لمبي؟ الغازات دي في حد ذاتها بتكون مهمه للكوكب عشان يكون ملائم للحياه، ولكن طول ما هي في النسبه المطلوبه او النسبه دي ما بتزيد، هنا بتكون المشكله وبيزيد الاحتباس الحراري. وعشان الكلام ده يوضح ممكن نعمل تجربه انت كمان ممكن تعملها في البيت، فيلا بينا. التجربة اللي هنعملها هتوضح ازاي الارض بتتأثر بالغازات اللي حواليها، وعلشان تعمل ده هتجيب برطمان وتحط فيه ترمومتر وتقفله كويس، وبعدين تجيب برطمان تاني وتحط فيه ترمومتر وتملاه غاز ثاني اكسيد الكربون، وده تقدر تعمله بتفاعل شوية بيكربونات الصوديوم مع شوية خل. بعد كده تحط البرطمانين تحت نفس الإضاءة وتسيبهم فترة، وبعدها تقيس درجة حرارة كل ترمومتر. هتلاقي الترمومتر اللي في البرطمان الفاضي درجة حرارته أقل بكتير جدا من البرطمان اللي كان فيه ثاني أكسيد الكربون، وده معناه كل ما بيزيد ثاني أكسيد الكربون أو الغازات التانية اللي قلتلك أول الحلقة، كل ما بتزيد درجة حرارة الكوكب وبيحصل احتباس حراري.